مش لازم كل ما نعمل قلقاس نعمله بخضرة. يلا بقى نغير ونعمل النهاردة طاجن قلقاس باللحمة في الفرن، بس هنعمله بصلصة. يجنن يا جماعة. شايفين شكله عامل ازاي؟ اكيد شكله بيتكلم عن طعمه. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا بينا بسرعة نشوف العظمة دي كلها اتعملت ازاي. اول حاجة معايا كيلو ونص قلقاس، غسلته كويس ونشفته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هبدأ اقشره. حاولي تختاري القلقاس اللي بيبقى حجمه متوسط عشان يبقى سهل معاكي انك تمسكيه وتقشريه. هقشره كده بالراحة بالشكل ده. انا هنا خلصت الكمية كلها. هبدأ بقى اقطعه بفوطة مطبخ نظيفة او بمناديل مطبخ. هبدأ اشيل من عليه اي ترابة او اي حاجة مش نظيفة، يدوب بمسحه بس لكن مش بغسله. وبعد كده هبدأ اقطعه بالشكل ده على بلانش كده، بقطعه بالطول وبعدين بالعرض مكعبات. بقطعه سميك شوية برضو. انا هخلص كل الكمية بنفس الطريقة. هو ده شكل المكعبات اللي انا عايزاها، تكون سميكة شوية كده، يعني تكون مش رفيعة، تكون سميكة شوية. قطعته كله بنفس الحجم عشان كله ياخد نفس السوا. لو وصلتي معايا لهنا ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة لو اول مرة بتشوفيني على اليوتيوب، وفولو للبيج لو بتشوفيني على الفيسبوك او التيك توك. كده خلصت تقطيع الكمية كلها. تعالوا ندخل بقى على الخطوة اللي بعد كده. يلا بقى ندخل على الخطوة اللي بعد كده. رفعت وك على النار او حلة او طاسة اللي موجود عندك، نزلت فيه بشوية زيت، وبعد كده نزلت عليه بصلتين كبار مفرومين ناعم او 3 متوسطين. شوحت البصل كويس قوي لحد ما بدأ يدبل، وبعد كده نزلت عليه ب4 فصوص توم مفرومين، ورجعت شوحت تاني التوم مع البصل كويس لحد ما البصل بدأ لونه يدخل للون الدهبي زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. حلو قوي كده، هو ده لون البصل اللي انا عايزاه. وقتها نزلت عليه بحوالي كيلو الا ربع من عصير الطماطم متصفي من القشر والبذر. قلب الطماطم مع البصل والثوم كويس. الطماطم اللي عندي كانت لونها مش احمر كفايه، دعمتها بمعلقه من معجون صلصه الطماطم. وقلبت تاني، والتوابل اللي استخدمتها هي ملح وفلفل اسود، مش بزود توابل تانية خالص. انا ما زودتش الملح قوي دلوقتي علشان الشوربه بتاعتي اللي هحطها كانت فيها ملح. هرجع اظبط الملح في الاخر. اسيب الصلصه تسبك، واول ما الصلصه تسبك نزلت عليها بالقلقاس، وابدا اشوح كده القلقاس مع الصلصه كويس. بعد كده رفعته من على النار ونقلته في طاجن، وحطيت عليه لحمه مسلوقه. والشوربه اللي كانت عندي طبعا انا بحط في الشوربه ملح وفلفل اسود وحبهان ورق لورا طماطمايه بصلايه، مكعب مرق الدجاج. الحاجات دي كلها مطيبات الشوربه اللي انا بحطها، بتفرق قوي في طعم الشوربه. هغطيه بالشوربه بالمعلقه كده، انزل اللحمه جوه القلقاس وادخله في فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 200 على الشبكه رف اوسط لحد ما يستوي، وهيطلع معايا بالجمال اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. ريحته كانت قلب البيت، خطير يا جماعه. القلقاس مستوي جدا، دايب، اللحمه دايبه جدا. مش ناس كتير بتعمله طاجن في الفرن، ما بيعملوه مطبوخ بصلصه على النار او بيعملوه بخضره، بس الطريقة دي مختلفة، بيبقى طعمه فعلا مميز قوي، متأكدة ان هو هيعجبكم قوي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى وصفتنا تكون عجبتكم وتشاركوها مع كل اللي بتحبوهم، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير بافكار كتير جديدة ان شاء الله تنال اعجابكم. واخيرا ما تنسوش اللايك والشير.